عايزة أقول كلمتين بس لأي فنان يطلع يقول اللي احنا بنقدمه ده فن وفيها ايه لما يطلع يقول كده ومحدش يظلمه. انتوا عارفين انا بتكلم عن مين طبعا. وان الفن ده موجود من ايام نجيب الريحاني ومن ايام ام كلثوم والكلام ده كله على عيني وعلى راسي طبعا. بس انت بتشبه الفن بتاع دلوقتي للفن اللي كان بيقدمه نجيب الريحاني وام كلثوم وعبد الحليم. ازاي؟ ام كلثوم، عبد الحليم وغيرهم من المطربين زمانهم في ايام الاحداث اللي كانت بتحصل، سواء كانت حرب اكتوبر، المقاومه الشعبيه في بورسعيد والسويس، ايام النكسه. تعالوا شوفوا كانوا بيقدموا حفلات شكلها ايه، بصرف النظر عن الاغاني اللي كانت بتتعمل مخصوص للاحداث دي. حتى لما كانوا بيعملوا حفلات عاديه كانوا بيخصصوا الارباح للجيش. الناس دي كانت بتقدم رساله، الناس دي كانت بتعمل حاجه او بتحاول تعمل حاجه. جيب الريحاني أستاذ الكوميديا السوداء، إزاي يخليك تضحك من خلال مواقف كلنا بنعدي بيها في حياتنا، من غير ألفاظ مبتذلة، من غير ألفاظ مش كويسة، من غير بلطجة وسرسجة، من غير إيحاءات، من غير تنمر. إني أقعد أضحك على واحد قصير قزعة ولا واحدة تخينة في شلة ويبقى المسرحية كلها بتتكلم عن الموضوع ده. إنما دلوقتي دي سكتشات، ويا ريتها سكتشات حتى هادفة ولا نطلع منها برسالة. الإفيه اللي بيتقال دلوقتي لما يتقال مرة تانية ما بيضحكنيش، عشان هو إفيه مبتذل. الممثل لا مؤاخذة بيحزق علشان يضحكني، في حين إن الضحك في حد ذاته رسالة سامية جدا. بس الضحك على إيه؟ إيه الرسالة اللي أنت بتقدمها دلوقتي كفنان في الأحداث اللي بتحصل؟ الأحداث اللي غيرت كل فرد في العالم، اللي في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا اتغيروا. بقوا بيعملوا فيديوهات داعمة للقضية الفلسطينية، يعملوا مظاهرات ووقفات احتجاجية. القضية اللي غيرت العالم كله مش قادرة تغير فنانين مصريين عرب. انتوا عارفين انتوا زعلانين ليه؟ اللي زعلانين يعني على اللي عمله محمد سلام أو غيره. محمد سلام حط خط أحمر تحت موسم الرياض. ازاي اخواتنا بتموت وبتتذبح واحنا هنقيم موسم الرياض بكل ما فيه من احتفالات وضحك وهزار ورقص وغنى، واحنا في الدولة اللي جنبينا على طول جارتنا كده، جارتنا فيها ميتم. ومش اي ميتم، ده مش واحد اللي مات، دول 10,000 شهيد. 10,000 شهيد، اكترهم اطفال ونساء. هو ده الفكرة. عشان كده اتغضب عليه، سواء كان موقع شاهد انه تشال المسلسل بتاعه، واستاذ بيومي اللي طلع شبه عاب فيه وشايف ان محمد سلام مش بيحترم فنه. اللي هو انهي فن؟ السكتشات اللي بتتقدم، المسلسلات والافلام التجاريه اللي القصص بتاعتها مكتوبه في 3 دقايق ونص، منحوته لما مهريه نحت. اللي هو انا اساسا ما بقتش اتفرج عليه، انا استحاله اتفرج على فيلم من الافلام دي، لان خلاص القصه بقت منحوته بطريقه مش طبيعيه. اتهرت قصص، اتهرت في التداول، وإفيهات اتهرت في التداول، والكاركترات هي وكل الشخصيات اللي حضرتك بتعملها هي في كل المسلسلات. مفيش تغيير، مفيش إبداع، كلهم واحد. فين الفن؟ فين الفن؟ حضرتك بتضحك علينا، انت شايفنا احنا عبط؟ لا على فكرة احنا عندنا وعي، على فكرة احنا شعب واعي وناس فاهمة كويس قوي، فاهمين كويس قوي يعني ايه فن. يعني مش هتجيب واحد زي احمد زكي ونور الشريف اللي كان في كل دور بيحاول يقدم حاجه جديده، حتى لو هي نفس الشخصيه النمطيه لازم يعملها بشكل جديد. المره دي لازم يذاكر الدور ويعرف ازاي يطلع الشخصيه دي بشكل مختلف عشان يبقى فيه ابداع. مش هتجيب ده للناس بتوع دلوقتي، مش بدون ذكر اسماء، اللي بيطلعوا في كل الافلام يقولوا نفس الافيهات بنفس الطريقه بنفس موسيقى الكلام، حتى موسيقى الكلام هي علشان في الاخر تقولي فن. فن ايه؟ فين الفن في ده؟ علشان الفن ده كان موجود زمان، ودلوقتي موجود فيه فن بس قليل قوي.